What's the worst thing I've ever done? Okay, Are you serious? I'm sorry. Emma, what the fuck? في نوع معين كده من الافلام بتحس انه بيقدم فكره حلوه قوي، بس التعامل معاها بيسيبك بحاله من عدم الشبع، اللي هو لا، الفكره دي كان لازم تكون في صوره من الاثنين، اما انها تتقدم بنفس المنظور بس تاخد قالب الافلام القصيره، او تاخد صوره ثانيه زي انها تتعمل فيلم طويل عادي جدا برضو بس تكسب تفاصيل مختلفه غير تفاصيلها الحاليه، بمعنى اصح هتتقدم بتوجه ثاني غير التوجه اللي اتقدمت بيه. هل ده معناه ان التوجه اللي اتقدمت بيه ده سيء؟ لا، مش بالضروره، بس هو اكيد مش مكتمل. بعد تفكير كتير ده ملخص انطباعي عن احدث افلام A24 ذا دراما. خليني اشرح اكتر، بس كالعاده الاول اهلا بيك، انا محمود ويلا نبدا فيديو النهارده. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. ذا دراما هو فيلم رومانسي، دراما وكوميدي من اخراج كريستوفر بيرجلي، ده الراجل اللي قدم لنا فيلم دريم سيناريو من سنتين، ومن بطوله زندايا وروبرت باتنسون. احداثه بتحكي عن ايما وتشارلي، الحبيبين اللي فاضل على حفل زفافهم اسبوع. في ظل انشغالهم بالتحضيرات الاخيره لفرحهم بيجتمعوا مع اصحابهم ضمن قعده مريحه ومسليه. احد افراد هذه القعده بيطلع بتحدي انه كل واحد منهم يقول ايه اسوأ حاجه عملها في حياته، ومع توالي اعترافات المجموعه ضمن حاله من التسليه والصدمه والكوميديا بيجي اعتراف ايما عشان يسرق من القعده جوها المريح والكوميدي ويحوله لجو متوتر ومزعج وغريب، بل ان التوتر ده بيتسرب لعلاقتها بتشارلي اللي بيبدا على مدار الايام القليله اللي فاضله على فرحهم انه يشكك في علاقتهم ويطرح اسئله كتير عن جدوى استمراريتها. It's very funny. اكتر ما حابب اشيد بيه في ذا دراما هو التمهيد الخادع اللي بيدخل بيه قصته. في اول الفيلم انت بتلاقي نفسك قدام قصه رومانسيه بين شخصين، كل واحد منهم بيستذكر اللحظات الحلوه اللي شكلت علاقتهم، لدرجه انك بتشعر بحاله كده من الراحه والاستقرار، راحه بتستمر لمده ملحوظه على الشاشه. وحتى لما الحدث الصادم اللي بيغير جو الحدوته بيحصل، فهو بيحصل ضمن جو لا يوحي ابدا بانه هيكون في اي تبعات ليه، ولما بيحصل وبينتج عنه تبعات بتلاقي نفسك مره واحده في حاله صدمه، كأن عقلك كان متوقع حاجه ولقى حاجه تانية. اول بقى ما بتحصل حاله الصدمه دي، كريستوفر بيرجلي مخرج الفيلم بيخلي شغله الشاغل انه يفضل محافظ عليها، فبيستبدل كل ما هو مريح في فصل تقديم الفيلم لدوامه من المشاهد المزعجه والموتره. مشاهد قد تكون شكلها طبيعي بل وجميل في ظاهرها، لكنه بيركز قوي على ابراز مشاعر ابطاله المضطربه والمحتاره في وسطها. ضيف لده مونتاج واعي جدا عارف يزيد من توتر الصوره من خلال مزجه للمشاهد اللي بتحصل في الحاضر مع فلاش باكس من الماضي، بالاضافه لتسلسلات من التهيؤات والاحلام والهلاوس بتضيف حاله من الرعب لجو الفيلم. مش بس كده، لا ده كمان الموسيقى بتاعت الفيلم بتساهم في تعزيز حاله الاضطراب وعدم الراحه دي باعتمادها على مقطوعه مكونه من نغمه واحده بتتكرر بشكل كابوسي طول مده العرض. الصوره الطبيعيه والدافيه اللي بتنكسر بالمونتاج الغريب والمضطرب من ناحيه، والموسيقى المرعبه من ناحيه ثانيه، بيضمنوا جدا تجربه مشاهده غير مريحه ومزعجه، وبيشكلوا محاكاه مثاليه لدوامه الافكار اللي بيحاول بيرجلي انه يرمي مشاهد فيلمه في وسطها. I want to say this thing about her laugh. You know how it's very cute, but it's also kind of repulsive even. والحقيقه افكار فيلم ذا دراما لا تعد ولا تحصى، او انا مش عايز اقول عليها افكار، هي اقرب للتساؤلات. زي ما بيحاول مخرج الفيلم انه يخلق جو غريب وغير مريح في فيلمه، فهو كمان بيغرق المشاهد في عدد لا نهائي من الاسئله الناتجه عن المعضله اللي بيحط فيها ابطاله. اسئله صعبه قوي عن ما اذا كانت فكره اصدار الاحكام عند البشر حاجه ولا رغبه، هل البشر اشرار بطبعهم وفي حاجه دايمه لوصم بعضهم بصفات معينه، ولا شكل المجتمع من حوالينا هو اللي بيجبرنا بدون اراده حقيقيه منا انه نطلق احكام على بعضنا بس عشان ما نبقاش مختلفين عنه. وماذا بقى لو محاولاتنا للتماشي مع معايير المجتمع اللي حوالينا دي تقاطعت مع مفهوم زي الحب بكل ما تحمله الكلمه دي من تعقيدات ومعاني؟ وبيقدم ده من خلال شخصيات هم اقرب لرموز موجوده عشان تدلل على شكل الاسئله دي. تشارلي مثلا في البدايه بيبان انه شخص طيب ومتفهم وبسيط، لكن بسرعه بيتحول عشان يكون بس مجرد صوره للشخص المؤمن بمبادئ لسه لم يختبر فيها، وشخصيته الحقيقيه بتظهر وقت ما بيتم اختباره في مبادئه
مبادئه دي في اللحظه اللي ايما بتعترف له فيها باسوأ شيء ارتكبته في حياتها. في لحظه بنبدا نشوف بعد جديد عنه، وهو انه مش واقع في حب ايما بالكامل، وانما واقع في حب الصوره اللي في دماغه عنها. ومجرد ما الصوره دي اتشوهت بدا يعيش ضمن صراع مع نفسه، لدرجه انه التشوه ده وصل حتى لاعمق ذكريات علاقته بايما. فبدا يشوف مواقف عاديه مرت بينهم على انها نتيجه للصوره الجديده اللي كونها عنها. واللي بيعزز قسوه الصراع ده هو انه مجرد تقبله لاعتراف ايما معناه انه هيضطر يتحط في مواجهه بشخصيته الضعيفه والبسيطه دي مع المجتمع من حواليه ومعتقداته، المجتمع اللي بيسقطه بورجلي على شخصيات زي ريتشل ومايك، الثنائي اللي قادر يعمل اي حاجه عشان يشعروا بالرضا عن نفسهم ويهربوا من مواجهه اخطائهم، حتى لو ده ادى بيهم لاستخدام الناس من حواليهم كدروع بشريه للنجاه من عواقب افعالهم. قادرين يعملوا اي حاجه عشان يفضلوا دايما محافظين على الشعور بالفضيله والتميز اللي بيلهيهم عن التعامل مع مدى فداحه عيوبهم. على الجانب الثاني بقى عندنا شخصيه ايما، الصوره اللي بيستخدمها بيرجلي عشان يدلل على صعوبه تواجد مفهوم زي التسامح في عالمنا ضمن تعقيد المعايير الكتير اللي اصبحت بتسيطر عليه. ايما واحده من اجمل الحاجات اللي موجوده في الفيلم ده لسبب اساسي، انها شخصيه اتكتبت عشان ما تتفهمش، اتكتبت عشان تحط كل شخص بيشوفها في صراع اخلاقي مع نفسه، هل هي مجرمه ولا ضحيه تحديدا، وان الفيلم بيقدم كل الادله عشان يبرز المنظورين بشكل متساوي جدا. ايما دايما طول الفيلم كانت شخصيه في الخلفيه هاديه بدرجه بتوصل للبرود، كانها متهمه في انتظار اصدار الحكم عليها. وده مدخل حلو عشان نتكلم منه على عيوب الفيلم. زي ما قلت الفيلم مش بيهتم انه يقدم اجابات، وحتى ما تقدرش تقول انه بيحاول يقدم نقد للمجتمع من اي نوع. ويمكن دي مشكلتي الحقيقيه معاه، انه بيقدم فكره حلوه قوي بس مش بيروح بيها لاي مكان، بيرمي لك اسئله مطلقه ويغلفها بحاله من التوتر والاثاره بدون حتى ما يهتم بفرد مساحه لمناقشه الاسئله دي. بيبدا بشكل رائع وبيقدم معضلته حلوه جدا، لكن فجاه بتلاقيه بيلف في دوامه من المواقف المقرره بشكل حسسني انه مش عايز يوصل بافكاره دي لنقطه ابعد من انها تقدم شويه اثاره وخلاص. وده حسسني انه قدام معالجه خفيفه قوي ومش مشبعه للافكار دي. المعالجه دي بكل تاكيد مقصوده، ما شفتهاش على انها عيب، هي توجه اخراجي قرر انه يضحي بالتعمق في اسئلته في سبيل الاخلاص لتجربه مشاهده غريبه وموتره. ودي حاجه صعب محاسبه الفيلم عليها، في الاخر احنا داخلين نشوف الفيلم من وجهه نظر مخرجه مش على اساس التوقعات اللي بنرسمها احنا. بس ده لا يمنع اني حسيت اني خارج بتجربه نوعا ما غير مكتمله. Emma, true love is complicated. Sorry, I was just trying to do your stupid joke thing. الشيء اللي كان قد التوقعات بقى واحد اهم العوامل اللي رفعت من الفيلم جدا هو الاداءات التمثيليه الرائعه من روبرت باتنسون وزندايا، تحديدا من روبرت باتنسون اللي بيجسد حاله الشك والحيره اللي بتدخل فيها شخصيته بشكل مثالي، لدرجه ان ظهوره على الشاشه في بعض المشاهد اصبح هو نفسه عنصر من ضمن العناصر الكتير اللي بتزود من حاله التوتر اللي بيخلقها الفيلم. وزندايا بتلعب واحد من اجمل واعقد ادوارها عموما. زي ما قلت شخصيه ايما هي شخصيه غير قابله للقراءه، ومهم جدا انها تفضل مبهمه طول الفيلم لانها بتشكل معضلته الاخلاقيه. وزندايا بتحاكي ده باسلوب مثالي باداء هادي خالي تماما من اي استعراض، ومع ذلك بتفضل ملحوظه وصراعاتها ملموسه وسهل التواصل معها جدا. والاداءات الجانبيه كمان كانت مميزه. في النهايه انا قلت انطباعي عن الفيلم في اول الريفيو، فكره حلوه بتثير اسئله كتير وبتسيب المشاهد في حاله حيره وبتنسك حواليه خيوط معضله اخلاقيه بتستدعي التفكير فيها كتير، لكنه مش بيروح باسئلته دي بعيد، وبيعوض ده بجرعه اثاره محترمه بتضمن ان الفيلم يفضل ممتع للحظه الاخيره. عشان كده تقييمي لفيلم دراما هو 7 من 10. وبس دي كانت كل حاجه عندي النهارده. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا. شاركوني برايكم عن الفيلم لو شفتوه. انا محمود وسلام.